هاي، الضيفة ديال اليوم هي لينا أكدور من مواليد مدينة طنجة، بالضبط 4 أبريل 2011. اللي غادي تعمل عام ونص غادي يكتشفوا الوالدين ديالها الموهبة ديالها. بداية الشهرة ديالها كانت مع رشيد العلالي في رشيد شو، بالضبط ملي غادي تشوف الام ديالها لانونس ديال البرنامج انه كيستضيف الوليدات، وبالتالي غادي ترسل ليهم وغادي تقبل. من بعد المرور ديالها في رشيد شو غادي يجيوها بزاف ديال العروض، ابرزهم سر المرجان اللي غادي تبين فيه على القدرات ديالها التمثيليه وغتبرز الموهبه ديالها. بعدها غادي تشارك في ميني مس ماروك وغادي تحصد اللقب. لينا غادي تلقى بزاف ديال العروض سواء في الاشهارات او في التمثيل، ولكن اللي غادي يكون نقله نوعيه في المسار المهني ديال لينا هو مسلسل الماضي لا يموت اللي غادي تجسد فيه الدور ديال رحمه، واللي من خلاله غادي تطرق ابواب النجوميه. لينا شاركت بزاف ديال الاعمال منهم زنقة السعاده، وهذا العام حاضره في رمضان من خلال مسلسل درامي مسلسل سلامات ابو البنات في الجزء الخامس ديالو. كما كيعرفوا بزاف ديال الناس ان لينا اول طفله ممثله غادي تحصل على الاقامه الذهبيه في دوله الامارات، ولكن ما كيعرفوش الناس ان لينا من الاحلام ديالها انها تشتغل مع جوج ديال السيناريست كبار، بشرى مالك وكذلك فاتن اليوسفي. كذلك لينا هي بيك فان ديال سعد المجرد وفرح الفايس. من اهم الامور اللي خص المتابعين ديال لينا يعرفوها هو انها طفله مرضيه مخلقه بزاف، وكذلك كتحماق على الاخ ديالها ومتميزه في الدراسه وكتعيش الطفوله ديالها.